السلام عليكم. رسميا اللاعب المطرود من مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو انتقل الى نادي النصر السعودي. طبعا الاخوان اللي لسه ما يعرفون النصر هذا عندنا في الرياض يسمى ابو خمسة. ليش ابو خمسة؟ لانه مرقوع من الهلال مرتين خمسة، مرتين. المرة الاولى دقيناهم 5-3 قال 2-0 زي خلاص. انا حقول معاك 2-0. جينا له مره ثانيه دقيناه 5-0. عمل صفقات وجاب نجوم وجاب مدري مين وجاب تلسكو وجاب ابو بكر وجاب واشترى واخذ مرسول بارك من الهلال واخذ واخذ كل شيء من الهلال، بقى بس ياخذ السروال الداخلي من الهلال. توقعوا ايش اللي صار؟ دقينا 4-0. بس كذا؟ لا. خرجناه من دوري ابطال اسيا. بس كذا؟ لا. خرجناه من كاس الملك. بس كذا؟ لا. اخذنا من الدوري. بس كذا؟ لا. ما قدرش حتى ما قدر يفوز علينا من يومين. لعب امام الهلال اللي 3-4 لعيبته مصابين. الهلال اللي محروم من التسجيل، الهلال الذي يعاني من غياب ياسر الشهراني الى نهايه الموسم، اللي ما يقدر يجيب بديل لياسر الشهراني. تخيل انه يعني انت يا رونالدو رحت لذا الفريق اللي هو فريق يعني ما راح اقول متواضع، بل هو اوضع من المتواضع. يعني هو وضيع، يسمى عندنا احنا بنسميه كذا وضيع الرياض. نادي بلا تاريخ، نادي مهزأة المملكة العربية السعودية، مهزأة الأندية هنا، المهزأة. نادي جمهوره معروف أو بجمهور أبو صياح، جمهور أبو صياح. نادي يعتقد أن يرى بأنه وصل العالمية، أوكي، وهو رشح من قبل المملكة العربية السعودية هنا، اتحادات كذا رشحوه عشان يروح يلعب في كاس الأندية العالمية. ودليله ان هو راح، يعني ايش دليلك؟ انت اخذت اول لا، ثاني لا، ثالث لا، رابع لا، خامس لا، سادس لا، ايش دليلك؟ معاهم خرقة ان هم وصلوا لكاس العالم للأندية. طبعا يعني نرجع يعني لو قعدنا نتكلم من هنا لبكره ما بنخلص. هذا هو النادي يا جماعة اللي اختار رونالدو. أقسم بالله إني ما أكذب. رونالدو اختار هذا النادي. رونالدو اختار إنه يلعب في نادي أقل من كلمة متوسط. مش متوسط، لا 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 لا. في ظل يعني ميسي راح يلعب في دوري أبطال أوروبا. اليوم اللي راح يلعب فيه في دوري أبطال أوروبا ميسي أمام البايرن ميونخ، كريستيانو رونالدو يلعب أمام الطائي. أنت تخيل إن رونالدو مع النصر وبيلعب أمام الطائي. طيب ليش أنا مش همتني الصفقة؟ لأنه أنا كهلالي لو انعرض علي كريستيانو أنا ما راح أقبل. ممكن أقبل في حالة الدعاية وما الدعاية، أما إنه معليش يعني كريستيانو رونالدو لو عنده 1% مستوى ما كان البرتغال خرج من كأس العالم. لو عنده 1% مستوى ما كان فرناندو سانتوس حطه احتياط في كأس العالم. لكن كريستيانو رونالدو يعني مثل ما بيقول المصاري مشطب. فأنا ما أبغى إنه يجي لاعب يجي يعتزل عندي. أنا ما نشكوشة، إحنا نادي الهلال، إحنا ما إحنا كوشة تيجي تعتزل عندنا تاخذ فلوس. لا، تاخذ فلوس على أدائك. أما تاخذ فلوس بدون أي شيء، فالهلال لم ولن يكون بهذه الطريقة. طبعا يعني كريستيانو رونالدو لما نيجي نتكلم عنه اوكي، اسطورة ما عليه، اسطورة
كان من أساطير ريال مدريد. 3 أرباعه من كريم بنزيما، 3 أرباع أهدافه عفوا من كريم بنزيما. يعني لحم كتافه من كريم بنزيما. كريم بنزيما عندما توج بالكرة الذهبية، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا انه هذا البني ادم يعني من الغرور اللي فيه ومن شوفة النفس، ويعني زي ما بيقولوا مطرود القايلة، ما يهني كريم بنزيما ويقول له مبروك بالكرة الذهبية؟ لا. مع انه يعني انت كريم بنزيما ده، والله لولا كريم بنزيما انت ما كنت رونالدو، والله لولا كريم بنزيما ما كنت رونالدو. وشفناك في اليوفنتوس ما سويت شيء، مانشستر ما سويت شيء، انت من يوم ما طلعت من ريال مدريد كده هنشوفك كده، مالك اي لازمة، مالك اي لازمة، ولا اسطورة ولا خراب. اوكي. طبعا الحمد لله انا يعني الغيت صفحتي من اشتراك، الغيت اشتراكي من صفحات هذا الفاشل، لاني ما احب اشترك عند الفشلة بصراحة. يعني يسببون للواحد ضيق، فهمت؟ انه اقعد اتابع فاشل، ايش شو ابغى فيه، فهمت؟ وبعدين حنقول لك كلمة واحدة يا كريستيانو، بكرة تندم يا جميل. وهنقول لك يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل، يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة. اصبر اصبر واتقل على الرز، اصبر. السلام عليكم.